معلومات ممكن تنقذ حياتك. لو في مرة اي حد اغمى عليه قدامك فدي واحدة من افضل الطرق اللي ممكن تفوقه بيها، وزي ما هو موضح في الصورة قدامك كده، وده طبعا موقف ممكن يحصل لاي حد فينا. انما لو لا قدر الله حصل حريق في المكان اللي انت فيه، انا عايزك تعرف ان الخطر الاكبر هو ان الدخان بتاع الحريق هو اللي ممكن يقضي عليك، مش الحريق ذات نفسه. الدخان طبعا بيتكثف كله في السقف. حاول تتجنب ده بان انت تنزل على الارض وتزحف وتهرب بسرعة، واوعى تستخدم الاسانسير نهائيا. انما بقى لو كنت متعلق التعليقة السوداء دي، الحل الوحيد ان انت عشان تعيش بس هو انك بعد ما هتسيب البتاع دي طبعا او الحاجة اللي انت متشعلق فيها، تأمن دماغك بافضل طريقة. حاول تحط ايدك على دماغك، لان دماغك لو بقت سليمة انت كده كده هتعيش. لو في مرة تعرضت لحالة تعدي والشخص ده مسكك بالطريقة دي، ولحسن الحظ انت لابسه كعب، فده هيبقى التصرف الصحيح، لان الحركة دي هتألمه جدا جدا جدا، وساعتها هيسيبك وممكن ساعتها تطلبي النجدة او يلحقك بقى الله اعلم. لو انت بقى في اسانسير والاسانسير ده لا قدر الله بيقع بيك، فما تعملش نفسك عبقري وتقول قبل ما يلمس الارض هقوم ناطط، عشان عارف ان ده اللي جه في دماغك. غلط نهائيا. كل اللي عليك ان انت هتنام على ظهرك وتأمن دماغك بايدك كويس جدا. ليه بقى؟ لان ساعتها جسمك وجلدك وعضلاتك هتحول كانها وسادة، اكيد هتتأذى بس مش بمقدار وانت واقف على رجلك. لو وقعت في بحيرة من التليج، ايه التليج دي، ومش عارف تطلع، فاوعى ان انت تسحب نفسك بايدك عشان ده استحالة يحصل. انت كل اللي عليك هتبدأ تتحرك برجلك حركات بسيطة بحيث ان هي تدفعك للامام. لو انت بتعوم في البحر وحصل ولقيت دوامة، طبعا انت بتفكير منطقي هتحاول تهرب منها في الاتجاه المعاكس. غلط، لان كده كده هتجذبك ليها غصب عنك، وساعتها هتكون فقدت طاقة كبيرة. الاحسن ان انت تخلي نفسك في اتجاهها، ومع مدار الحركة بتاعتها انت تتجه للشط مرة واحدة، ما تمشيش عكسها، انت امشي في اتجاهها واطلع منها. انا عارف انك مش هتفكر ساعتها، بس حاول تفتكر الكلام ده. لو حصل حريق في البيت عندك والحريق ده ناتج عن زيت، اوعى حذاري تحط ميه، انك لو حطيت ميه هتطرطش في كل مكان في المطبخ وهتولع في المكان كله. كل عليك ان انت تجيب غطا حله وتغطيها، او على سبيل المثال تجيب فوطه جافه وتغطيها برضو، او يكون عندك طفايه حريق وتستغنى عن كل ده. لو هاجمك دب اوعى تجري منه، واوعى تبص له نظره تحدي عشان يخاف منك، لا هو كده هيهجم عليك. واوعى برضو تعمل فيها ذكي وتطلع اي شجره، لانه حريف في الحاجه دي. كل اللي عليك بس ان انت ترمي اي حاجه معاك عشان تشتته، او انك تروح تقف ما بين شجره انت وهو وتلفوا حوالين بعض بقى، وشوف مين نفسه اطول، وهو اكيد هيزهق ويسيبك. بس ما تنساش لو سابك تيجي تعمل لايك للفيديو ده. ده اخر قارب نجاه في سفينه تايتانيك، وطبعا كلنا عارفين قصتها. دي صوره التقطت لانفجار ناجازاكي وهيروشيما. طبعا زي ما انت شايف المنظر مرعب، وهوريك حاجه فعلا انت ممكن تكون ما شفتهاش قبل كده. دي اول صوره فوتوغرافيه التقطت في التاريخ، يعني دي اول صوره حرفيا. انا مش قادر استوعب بجد ازاي طلعت وازاي وصلنا للتطور اللي احنا فيه ده، بس بجد حاجه كويسه جدا. دي صوره حقيقيه لمقاتل ساموراي. انت كنت متخيل شكلهم كده اصلا في الحقيقه؟ بفكر بس في الجيمز والالعاب. لو اول مره تشوف الصور دي اعمل لايك للفيديو وصلي على النبي في النهايه.